يعني إيه المسيح ابن الله؟ وهل ده معناه إن الله اتجوز وخلف؟ قطعاً مش ده المقصود، وبأي شكل من الأشكال مستحيل يكون إن احنا نقصد إن الله اتجوز وخلف. كلمة ابن الله هنا مش كلمة مقصود بيها أو بتعبر عن علاقة جسدية ما بين رجل وامرأة وليهم خلفة. دي لغة روحية أو تعبير روحي بيعبر عن حقيقتين كبار جدا. أول حاجة وهي العلاقة الفريدة جدا من نوعها ما بين الآب وما بين الابن. دي كلمة بتعبر على إنه المسيح له نفس طبيعة الله وجوهره. وللتشبيه هنا أكنك بتتكلم على النور اللي خارج من الشمس. تخيل معايا شمس وبتنور، فالنور له من نفس طبيعة الشمس لأنه خارج منها. ما تقدرش تحصل على نور الشمس بدون الشمس، ومفيش حاجة اسمها شمس بدون نور. فهو مش منفصل عنها، ولكن هو النور اللي خارج منها اللي بنقدر نشوف بيه ونتدفى بيه. بنفس الطريقة كلمة ابن الله اللي بنطلقها على المسيح إن له نفس طبيعة الله وجوهره، لكنه جه بينا علشان يعرفنا محبته وعلشان يعلن عن نفسه ونتقابل معاه. وهي دي النقطة التانية، إعلان الله عن ذاته. لما بنقول ابن الله هنا فإحنا بنقول إن المسيح هو الصورة الكاملة لله الغير منظور، اللي جه في طبيعتنا علشان يعلن لنا عن محبة الله ويورينا مين هو. زي ما الكتاب المقدس بيقول إنه الله لم يره أحدا قط، بل الابن الوحيد في حضن الآب هو خبر. والمقصود هنا إنه محدش شاف ربنا، محدش عنده القدرة إنه يشوف ربنا من نفسه، لكن المسيح جه وعرفنا مين هو ربنا وأعلن لنا عن محبته. ثالث حاجة إنه اللقب هنا مش لقب بشري، أو المقصود بيه مش التعبير البشري. في لغة الكتاب المقدس كلمة ابن بتتقال كتير وبتستخدم كتير عن وصف شخص له نفس الطبيعة أو نفس الجوهر أو نفس الصفات بتاعة شخص آخر. يعني مثلا لما أجي أقول إنه أنا ابن مصر، فده مش معناه إني أقصد إنه مصر اتجوزت وخلفتني، لكن معناه إني عايز أقول إنه أنا ابن البلد دي، ابن الناس دي، ابن له نفس الطبيعة، شبه الناس اللي عايشين في مصر، بتكلم نفس اللغة، ليا نفس المبادئ. فكلمة ابن في العموم حتى لحد النهاردة مش شرط تعبر عن الجواز والخلفة، وده نفس الحالة بالظبط في لغة الكتاب المقدس. رابع حاجة إن المسيح مش مخلوق. لو كنا بنقول إن الله اتجوز وخلف فده معناه إن احنا كمان هنقول إنه المسيح مخلوق، لكن ده مش صحيح. احنا بنقول إن المسيح أزلي، موجود قبل كل الدهور وكل الأزمنة. فزي ما النور بيطلع من الشمس، وإنه ارتباط النور بوجود الشمس، فمفيش شمس من غير نور، مفيش نور من غير شمس، مفيش حاجة جت بعد حاجة. خامس حاجة إنه الآب والابن والروح القدس هم إله واحد، مش 3 آلهة منفصلين، لكن إله واحد في الجوهر والطبيعة، وده كنا ناقشناه في حلقات سابقة. باختصار، ابن الله كلمة بتعبر عن إنه المسيح واحد مع الله في جوهره، مش مولود أو مخلوق جسدياً ولادة طبيعية، لكنه مولود ولادة روحية أزلية. وده في حد ذاته سر كبير وأكبر حتى على إدراكنا وعقولنا إننا نستوعبه. هدف إنه يسوع يجي في صورة إنسان كان إنه يعلن لنا عن نفسه ويفدينا، لكن ده مش معناه أبداً إننا بنقول إن الله اتجوز وخلف وجاب ابن.